مساء الخير. النهاردة رجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلة علاقات. حبيت النهاردة الحلقة تكون فاني شوية، مفيش أحسن من قعدة ستات بينموا على الرجالة. بتكون أحلى قعدة، بتكون قعدة فيها ضحك كتير. النهاردة هكلمكم عن أشهر كذب الراجل ممكن يكذبه، كذبات الرجالة. الكذبة اللي هو بيكذبها وانتي المفروض لما تسمعيها على طول اوتوماتيك من نفسك تعرفي ان دي مش الحقيقة. هنبدأ بأول حاجة ودي هتضحكوا قوي. الراجل أول ما بيشوف واحدة بيتعامل معاها، سواء بقى زميلته في شغل أو قريبته أو بيربطوا بيها أي شيء، وانتي بتيجي كخطيبته أو حبيبته أو مراته، أيا كان صفتك في حياته بقى، يعني صفتك رسمية أو حتى علاقة لسه مش رسمية، بتقولي له انت معجب بيها، أنا شايفاك بتبص لها. أول حاجة على طول يقولك دي مستحيل، دي مش ذوقي خالص، أنا بص لدي دي يا بنتي تخينة كيرفي، وأنا بحب البنات الرفيعة قوي، العود الفرنساوي، دي رفيعة وأنا بحب الكيرفي، دي مش ذوقي خالص، مش شوفي ستايل لبسها، شوفي طريقة الميك اب اللي هي بتحطه، شوفي. بصي، طالما قالك عليها وحشة أقسم لك بالله العكس تماما في دماغه، أقسم لك بالله تماما العكس في دماغه. الراجل لما بيشوف واحدة وحشة ما بيقولش عليها وحشة وبيتعامل عادي خالص، بيبقى متجاهلها وما بتبقاش فارقة بالنسبة له. إنما لو لقيتي الراجل بيبص على واحدة وانتي حاسة ان هو بيبص عليها، وكل ما تيجي تتكلمي معاه يقولك دي وحشة، ويأكد على حتة ان هي وحشة وان هي مش جميلة ومش جذابة وان هي مش ذوقه خالص، ده مش ستايلي، ده مش طريقة اللبس اللي انا بحبها، ثقي وتأكدي 100% انه حاطط صورتها عنده في البيت معلقها على الحيطة بيحلم بها طول الليل. وزيدك من الشعر بيت، دي اللي هتديك استمارة 6 قريب وهتخليك تخرجي من حياته. ما تصدقيش الراجل لو قالك على فلانة وحشة، فلانة وحشة ده العكس تماما في دماغه، فلانة مش عجباني ده العكس تماما في دماغه. والله يا جماعة بيبقى العكس تماما في دماغه. الراجل لما يقولك واحدة مش عجباه اعرفي ان هي عجباه، وهو بيعمل كده قال يا عيني مفكر نفسه ذكي فبيبعد تفكيرك، فانت تيجي زي الغلبانة العبيطة تقولي لي بس ده هي مش عاجباه خالص، دي مش ذوقه، دي ما تعجبوش. عايزة اقولك ان اللي مش ذوقه دي بتبقى ذوقه، بس انت يا غبية فاهمة ان هي مش ذوقه او هو اوهامك بده. الحاجة التانية، الراجل المتجوز اللي اول ما بترتبطي بيه بيقولك رني عليا في اي وقت، انا مسيطر في البيت. اول ما يقولك انا مسيطر على طول تعرفي ان ده بيقلع الجزمة قبل ما يدخل البيت. بره على السلم الشوز بيتقلع، ممنوع يعدي بيه على السجادة، طبعا ده بينام في الصالة كنوع من انواع العقاب لما بيغلط. اللي يقولك انا مسيطر اعرفي ان ده بتاع رسم، كلهم بيتعلقوا، ولو هو مسيطر مش هيقولك انا مسيطر، انت هتكتشفي ده مع المواقف والايام اللي جايه. انما اللي بيقولك انا مسيطر رني عليا في اي وقت، طبعا هو بيجمد قلبه وبيقولك رني عليا في اي وقت، علشان هو اصلا مسجلك باسم راجل وعامل احتياطات امنيه رهيبه مبالغ فيها عشان يظهر قدامك ان هو اسد، لكن هو في البيت بيتعلق. طبعا حطي دي قاعده في دماغك. الحاجه الثالثه بقى، الراجل يا حبيبي اللي فوق 40 سنة وتلاقيه معجب ببنت عندها 20 سنة، تقولي له انت بتبص لبنت صغيرة زي دي بينك وبينها 20 سنة؟ يرد يقولك هو معقول انا بص لعيلة صغيرة؟ بيبص ويحلف ويتشال ويتحط ويتنرفز قوي انك انت بتتهميه انه بيبص لبنت صغيرة. والله بيبص وهيموت عليها ماشي، وبيعجبوا جدا بالبنات الصغيرة، وبيفرح قوي 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 لو بصت له وحبته، ودي بالذات لو قالت له كلمة حلوة عنده استعداد يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يقعد تحت رجليها.
ويجي قدامك يعمل ان هو الراجل الاسد الكبير الناضج اللي مستحيل تشده بنت صغيرة. الراجل مهما كبر بيحب وبيميل للبنت اللي لسه صغيرة في السن، عنده تخيلات في دماغه ان دي اللي هتعيشه شبابه، وهي مش هتعيشه شبابه ولا حاجة، هي تستنزفه طاقيا وماديا وهتسيبه. ده من الغباء اللي هو عايش فيه، بس هو ده تفكيره. ما تصدقيش الراجل لما يقولك حاجة اعرف ان هي العكس تماما على طول وبدون ما تفكري. الشاب بقى اللي عنده 30 سنة ده محاط طبعا بالبنات الحلوين الصغيرين اللي هو من 25 ل 30، كل البنات حواليه. ده بقى بيحب الكبير. تقولي له انت بتبص لست عندها 40 سنة، يقولك معقول انا بص لواحدة اكبر مني ب10 سنين؟ بيبص وهيموت عليها، وشايف ان دي النضجة الخبرة اللي هتعيشه اللي هو معاشوش مع البنات الصغيرة. مشكلة الراجل باختصار يا جماعة ان الممنوع عنده مرغوب، ومشكلته كمان انه مفكر نفسه ذكي وواقف هناك عند السبعينات وبيحاول ان هو يقنعك بحاجات ما بقتش موجودة. انتي بتبقي فاهماه كويس، هو ما بيبقاش فاهم ده، هو فاهم نفسه ان هو ذكي وبيتذكى عليكي، فخليكي اذكى منه واعرفي ان على طول الممنوع مرغوب. اشوفكم في حلقة جديدة.